اهلا بيكم في مركزكم دي اتش سي. معاكم دكتور عبد الرحمن الهلالي، والنهارده هقول لكم اجابه سؤال مهم جدا: ليه ازرع في دي اتش سي مش في مكان تاني يا دكتور عبد الرحمن؟ اول شيء، التميز في اي مجال هو القدره على اننا نقدر نتعامل مع الحالات اللي فيها تحدي، اللي كانت مرفوضه من كل مكان وكانت شبه مستحيله انها تتعمل. النهارده هكلمكم عن 3 حالات زارونا في خلال اسبوع في عيادتنا، والحمد لله قدرنا نتعامل معاهم. دي حالة صديقنا الأولى. الحالة دي زي ما احنا شايفين عندها درجة صلع كبيرة جدا، وعندها منطقة منحة زي ما احنا شايفين ضعيفة جدا. طب ازاي هنقدر نتعامل مع صديقنا ده ونوصله لدرجة مرضية؟ ازاي هنقابل التحدي ده؟ في حالتنا دي قررنا ان احنا نختطف من الرأس ونختطف من الدقن ببروتوكول خاص بينا، ونزرع بيهم لصديقنا، ودي شكله بعد الزراعة. الحالة رقم 2، ده صديقنا زي ما احنا شايفين درجة الصلع كبيرة جدا. الحالة دي قالت لي يا دكتور انا كل ما اروح لمركز يقول لي ما تزرعش، وفقدت الامل وانا عندي 22 سنة. ده شكله هو 22 سنة. رأيكم يزرع ولا ما يزرعش؟ طيب التحدي ده ازاي هنتعامل معاه؟ بفضل ربنا سبحانه وتعالى حالتنا دي قدرنا نجيب فيها عدد اكبر من 3000 جرافت، لاننا قدرنا نختطف من منطقه الدقن فقط، ومن المنطقه السفليه دي اكتر من 1200 جرافت. والحمد لله ده شكل صديقنا برضو بعد العمليه. في النهايه عايز ابين لكم ان التميز هو اللي هتشوفوه في حالات زي دي، مش اي حاله. ودلوقتي هوريكم حاله مميزه جدا. ده شكل صديقنا قبل الزراعه، طلع من الدرجه السابعه المتقدمه، ودي منطقته المنحه. وده شكل راسه النهارده وهو حالق بعد عمل معانا رحله مكونه من 3 عمليات، كانت فيهم المنطقه المنحه زي ما احنا شايفين متحافظ عليها، قدرنا نغطي فيها كامل مساحه الصلع، ورسمنا التاج وعملنا له مثلث تامر حسني اللي كان نفسه فيه زي ما احنا شايفين كده. ونقدر نقول ان الحمد لله مركزنا دي اتش سي دايما قد الثقه وقد التحدي انه يخوض حتى اصعب عمليات زراعه الشعر. نورونا، وإن شاء الله تلاقوا دايما اللي يميزنا عن أي مكان في العالم، مش بس مصر.